مصر. ضجة كبيرة بترافق الحكم اللي رح يصدر بحق الرئيس حسني مبارك لرد جزء من اعتباره، وأحكام مختلفة بتتراوح بين تخفيفه وتبرئة بحق أعوانه وأفراد عائلته. بقبلها الضجة عنوانها مصير الرئيس مرسي، أما الضجة الأكبر فعنوانها ما سيجري من فظائع بالسجن اللي بيضم قادة الإخوان. رح منشوف الرئيس السيسي بأكثر من صورة بتبين عدم انسجامه مع الأسلوب المدني بلباسه وبتصرفاته. خطر على طيارة ذات ارتباط بالرئيس السيسي، كلام غير عادي في مصر والعالم العربي عن عمر الشريف ونور الشريف. أكثر من خبر ومن بينهم ما يهدف إلى تشويه سمعي بلاحقه الإعلامي عماد الدين أديب، بقبلهم إطلاق مجموعة من الأعمال الانتقالية والمهمة الانتاجات الكبيرة العالمية. الانتقام بيتنقل بين عدلي منصور والقضاة كرمال يفتشوا عن طريقة معينة للي عم بيحاولوا ينتقموا. المملكة العربية السعودية عمل عسكري استباقي بيقوم فيه الجيش السعودي تحسبا لخطر بهدد حدود المملكة وحدود دولة مجاورة. كشف جانب من مخطط هدفه ضرب العمود الفقري في المملكة المتمثل بالعائلة المالكة الحاكمة من آل عبد العزيز. رسائل خطرة للسعودية عبر أعمال بتشهدها بعض سفاراتها في دول العالم، تغيرات جذرية في وزارة الخارجية وتكريم رموز. بتسيطر الحيرة على السعوديين بين التصديق وعدم التصديق لدى سماعهم خبر صادر عن الديوان الملكي، وبالصورة رح منشوف بوضوح وجه مفتي المملكة. اختفاء شخصية سعودية بدوافع غامضة وبأسلوب غريب. لن يسلم مجلس التعاون الخليجي من إصابة في الصميم. مستجدات مفصلية داخل محطة الMBC ومحطة العربية وكياناتها وكيانات ذات ارتباط فيها عرضة وهدف لأكثر من اعتداء بالغ. العراق فيما تنزح قافلة مسيحية من مدينة عراقية، سنرى قافلة مسيحية أخرى في طريق العودة إلى البلاد كرمال تمحي حرف النون عن أبوابها. البغدادي في ظهور علني مثير ومختلف عن المرة الأولى. يستعيد الجيش العراقي مواقع مهمة من تلك اللي سيطرت ورح تسيطر عليها داعش. رئيس الحكومة العراقي بين تهديدين. الكويت صورة بيبين فيها بوضوح الخطر على الإعلام الكويتي. من جانب بهالصورة بتظهر جريدة الأنباء، ومن جانب آخر جريدة السياسي ورئيس تحريرها السيد الجار الله اللي رح يكون بخطر وعرضة لسلسلة من الحوادث. قطر وجه معروف بيتعرض لحادث على أرض قطر. تتلقى الدبلوماسية القطرية إشارات أمنية مقلقة وحوادث بتطال رعايا أجانب داخل قطر ورعايا قطريين خارج قطر. الإمارات بيستغل بعض المغرضين تسهيلات الدخول والخروج إلى الإمارات للقيام بمحاولات تنعكس على الأمن الإماراتي. المغرب بيظهر ملك المغرب بإطلالة غير بروتوكولية بتثير الفضول، وإحدى تحركاته وإطلالاته رح تنكشف أمنيا. تركيا لن يحسد أردوغان على ولايته الثانية. مبادرة تركية غير مسبوقة بتقلب الموازين في المعادلات في الملف السوري وبالمنطقة. بيتشظى الجسم القضائي التركي من خلال إصابة أحد أفراده. غزة رغم كل ما جرى في غزة، الدم الغزاوي سيزهر في قبول الإسرائيليين بمطالب الغزاويين
وبرضوخ لإرادة الصيادين بالتوسع في مساحات الصيد المائية. حماس الفنان محمد عساف بيدفع فيه إلى مهمات فيها شوية خطر. رح منشوف لأول مرة مسودة بتحتوي حل قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية رغم كل اللي عم يحصل اليوم. إسرائيل عملية بتشبه عملية جلعاد شليط لكن بإخراج مختلف وعلى مسرح آخر. بروز ثغرات ونقاط ضعف في لواء جولاني الإسرائيلي ويدعو إلى إعادة النظر في القيادة والإداء. سنرى نتنياهو في حالة من الغضب الشديد تقترب من الهستيريا. ساعة الصفر باتت قريبة ولا مفر من الانفجار في أكثر من اتجاه. بيقوم العالم جراء ما ستفعله إسرائيل بمحيط المسجد الأقصى وحرم